جماعة عاملين ايه؟ صباح الفل. انا على فكرة انا لسه صاحي وقلت بقى ايه؟ لا هو تقريبا انا بقالي ساعة او اقل من ساعة صاحي. صحيت كده صليت ركعتين وقلت بقى ايه؟ هنبدأ شغل. فبعد ما فتحت اللابتوب وجيت قعدت قدامه قلت ايه ده؟ هو انا هشتغل كده من غير قهوة؟ فقلت اقوم اعمل قهوة. بعد ما قلت اقوم اعمل قهوة لقيت نفسي عايز استغل فترة وانا بعمل قهوة ان انا اسجل لكم فيديو. انتوا فاهمين؟ كل ما ابقى عايز اعمل حاجه انا نفسي دخلت في قصه تانية. طيب، لو تفتكروا كنا احنا عملنا بول بنشوف بقى ايه الفيديوهات اللي احنا محتاجين نتكلم فيها، صح كده؟ طيب، فخلينا نرجع مع بعض كده للبولز هنا ونشوف. انا كنت سألتكم نعمل فيديو عن ايه، صح؟ طيب، ننزل تحت شوية. ده ايه ده؟ انا هنا كده مع التكييف البتنجاني ده ما بيعملش حاجة. هو بيسقع بس بيعمل رطوبة في المكان. طيب، آه ايه كمان؟ تعال ننزل كمان، ننزل كمان. اوكي، ننزل ننزل ننزل. تمام اهو. ايه اكبر مشكلة محتاجين اعمل عنها فيديو؟ طبعا انا انا لسه تعبان على فكرة من اخر مرة تعبت فيها. المهم، الحمد لله. كنا احنا قلنا ايه بقى؟ كان عندنا 4 اختيارات: 1 2 3 4. اكبر مشكلة عايزين نعمل فيديو عليها: 1، مش بعرف اصحى لقيام الليل والفجر. ده جاب 29%. تمام. وعندي ذنب ومش قادر ابطله، جاب 33%. وبدأ كتير ومش فاهم ليه الدعاء بيتأخر، 23%. وببدأ استغفار وبعد كام يوم بكسل، 14%. فاحنا هناخد اعلى واحد اللي هو 33%، اللي هو عندي ذنب ومش قادر ابطله. خلاص. طيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالنسبة لقصة الذنب، أنا واحد من الناس. آه يعني إيه؟ كان عندي ذنب، وذنب الحمد لله أنا بطلته بقالي فترة. وحرفيا بص، أنا قبل ما أقول لك إن أنت تغير ذنب أو يعني أنت تبطل ذنب، ممكن أقول لك على الحاجات الجميلة اللي أنت هتشوفها لما تبطل الذنب ده. أول حاجة، أول حاجة، الذنب عامة كل ما يكون كبير ومهم وبيأثر عليك صحيا ونفسيا وجسديا وايا كان، كل ما هتلاقي ان انت بتستمتع وانت بتقلع عنه. هتلاقي انت عندك اول حاجة راحة نفسية وراحة عقلية. ويعني عايز اقول لك هتلاقي صفاء ذهني، وهتلاقي ان انت عندك قوة جسدية لان عزيمتك بتكبر وبتعلى. فدي من الجوانب اللي هي المميزة قوي في الايه، في ان انت تبطل ذنب. خلاص، ايه رأيكم في الكوباية دي؟ جميل جدا. ممكن ناخد معاها الطبق ده مثلا، او لا خلاص، أنا عندي فكرة. معانا هنا شوكولاتتين، يبقى ايه؟ يبقى حلو قوي كده. ماشي. طيب، تعال بقى نشوف الايه، نشوف القهوة بتاعتنا احنا بنتكلم كده. طيب، بالمناسبة عشان بس في اكتر من حد بيسألني على المايك اللي انا بسجل بيه. يا جماعة المايك اسمه هولي لاند. هولي لاند. خلاص، اهو. نفتحه كده، تلاقي جوه هنا في دي وفي هنا، والاتنين دول مكانهم هنا. هو في يعني بطارية جواه فتشحنه، وهو بيشحن مع نفسه الايه، التو مايكس دول. خلاص. طيب، المهم نعمل القهوة بتاعتنا. آه فكنا بنتكلم ايه بقى؟ انا عن نفسي لما بطلت الذنب يا حبيب قلبي، حسيت براحة نفسية وقوة جسدية وصفاء ذهني و لا، تبقى حاجة جميلة. خلاص. وكل ما يكبر معاك الذنب اللي انت بتبطله، كل ما هتحس ان انت بتسترجع جزء كبير جدا من حياتك. فاهم قصدي؟ بس كل ما انت هتحس ان انت ايه،
بتسترجع جزء كبير جدا من حياتك. فعشان كده مهم جدا ان انت لو عندك ذنب تبطله، ده خلاص شيء مفروغ منه بقى. تمام. طيب ازاي بقى تبطل الذنب ده؟ طيب عشان تبطل اي ذنب لازم تحدد ايه هو الذنب اللي انت عايز تبطل عنه، يعني او عايز تقلع عنه او عايز تبطله. طيب فمسافة ما انت لو انت بقى عندك اكتر من ذنب وعايز تبطله، فانت حدد بالتدريج هتبطل انهي ذنب فيهم الاول، عشان بس ايه نبقى متفقين. ماشي. طيب تاني شيء حضرتك هتبطل، بص بقى، مفيش حاجة اسمها انا هبطل الذنب تدريجيا. ماشي، ركز معايا. مفيش حاجة اسمها هبطل الذنب تدريجيا. يعني مثلا انا واحد من الناس كنت بعمل ذنب معين و... ولما حاولت ان انا ابطله ما عرفتش ان انا ابطله تدريجيا. ليه؟ حاولت، فاهم؟ فانا بقول لك من واقع تجربتي، او بقول لكم من واقع تجربتي، لو حابب ان انت تبطل ذنب تدريجيا مش تعرف. لازم تبطلها مره واحده. هو ده الصح، وهو ده اسلم شيء، فاهم؟ بس وحاولت، يعني انا كان عندي ذنب عايز ابطله حاولت ابطل تدريجيا، فشلت فشل ذريع. ما تفهمش بقى ليه او ايه هو السايكولوجي وكده، مش عارف، بس انا بقول لك من واقع تجربتي. طيب ايه بقى الحل؟ الحل يا باشا ان انت تبطل آه سريعا وبكل حزم وبكل ايه صراحة مع نفسك. فاهم؟ لازم تبقى انت عارف ان انت خلاص يا جماعة انا هبطل، فشكرا كده. فاهم؟ وكان عندي ذنب تاني برضو حاولت ان انا ابطله تدريجيا، بس ده كان في وقت مختلف عن الذنب التاني. فانا اخدتها ايه بالتدريج. جميع الذنوب اللي انا كنت بعملها الحمد لله، او معظمها ان مفيش حد كامل، معظمها واهمها واثقلها واكثرها حده قدرت ان انا بفضل الله ابطلها. بس ما حصلش مره واحده. It's not overnight. كل ده بيحصل تدريجيا. تمام. ف ما تقساش على نفسك، ابدأ بأول ذنب كده بطله. خلاص. طيب حسيت بقى ان انت ايه تمام وبتاع، تقدر ان انت بقى ايه تخش على الذنب اللي بعديه على طول. فاهم؟ لان احنا مش هنفتي برضو، احنا مهما كان كبشر احنا لازم نضعف شوية في الطريق كده بتاع، وكل ذنب مختلف عن التاني، وكل ذنب ليه طبيعة مختلفة وليه طريقة مختلفة. ف بعد ما تحدد الذنب بتاعك خلاص اعقد النية على ان انت تبطل. صلي بقى ركعتين لله وادعي ربنا في قيام الليل، وابدأ ان انت ايه بطل الذنب ده. بس بطلت الذنب ده تخش بقى على الذنب اللي بعديه، وهكذا، وقرب من ربنا. واهم حاجة تبعد عن اصدقاء السوء اللي ممكن يرجعوك تاني للذنب ده، لان موضوع الاصدقاء مهم جدا. انت واحد صاحبك مثلا انت عارف ان هو سكته غير سكتك، خلاص يا باشا اقطع بقى الكلام ده. فاهم؟ مهم جدا. بس ف هتحس بقى بعدها براحة نفسية، وهتحس تحس ان انت عندك انفتاح للحياة، وتحس ان انت اصلا كنت عايش في عالم تاني. يعني مش هو انا باخد الكوباية دي ليه؟ مش احنا اتفقنا على الكوباية دي؟ فاهم قصدي؟ بس فده اللي حصل معايا. انا كان عندي اكتر من ذنب والحمد لله بطلتهم تدريجيا. تدريجيا اللي هو ايه يعني انت بتقعد تحاول، كده كده بتقعد تحاول، بس انت من جواك انت عايز تقلع مرة واحدة. بس في ناس ممكن يجي معاها مرة واحدة، وفي ناس ممكن ايه تحتاج ان هي تحاول. فانت كده كده انت في البروسيس، انت داخل العملية
بتاعة الإقلاع بس. فأنت بتقطع مرة واحدة، ممكن بقى مثلًا تلاقي نفسك إيه، بتنتكس، ممكن كذا وكذا. فشوف أنت بقى بتقع فين، وابدأ إن أنت إيه، اعرف المناطق اللي أنت بتقع فيها أو بسببها وعالجها، واقفل كل أبواب الإيه، الشيطان، مهم جدًا، ماشي؟ فشوف كل ذنب الشيطان ممكن يدخل لك منين بالنسبة للذنب ده، واقفل عليه الباب ده فورًا. بس ده اللي حصل معايا. وهييجي لك يعني أحيانًا هييجي لك نوبات هتحس إن أنت عايز تعمل الذنب ده. قاوم، ما تعملوش. يعني لو أنت مثلًا لوحدك أو حاجة، أو تحس إن أنت مثلًا دماغك بدأت تشتغل أو الكلام ده، لأ، ما تشغّلش دماغك، ما تشغّلش دماغك وما تديهاش فرصة، ما تديش فرصة لنفسك إن هي تضعف، إن هي أصلًا ضعيفة كده، فما تديهاش فرصة إن هي تسيطر عليك. بس فتعمل إيه؟ لو أنت قاعد لوحدك ما تقعدش لوحدك. لو أنت مثلًا مصاحب أصدقاء سوء، سواء ولاد أو بنات أيًا كان، ابعدوا عنهم، فاهم؟ قلل الاحتكاك، قلل الاحتكاك. بس سواء بقى كان الذنب ده بقى نظر إلى محرمات، عادات سرية، تدخين، مخدرات، أي حاجة، أي حاجة في حياتك بتعملها شوف مين كنت بتعملها معاه وابعد عنه. بس ده اللي حصل معايا. لو عندك بقى أي سؤال، لو عندك أي سؤال في الموضوع ده، بسم الله، آه قول لي عليه. خلاص، لو عندك أي سؤال في القصة دي اسألني وأنا هجاوبك. ويا ريت اللي عنده ذنب معين ما يفصحش عن الذنب. يعني إيه؟ ممكن ممكن إن أنت اتفضلوا معايا الأول، ممكن إن أنت تكتب السؤال بطريقة غير مباشرة، بس ما تعرفش الناس، يعني ما تفضحش نفسك. يعني دي حاجة أنا قابلتها كتير، وبلاقي الناس بستغرب إن هم بيخشوا لي على حساباتي ويسألني، يعني يقول لي يا حازم هو الذنب اللي أنت كنت بتعمله إيه؟ فأنا طبعًا ما عنديش رد أصلًا. أنا هاقول لك إيه، أنت سؤالك يا ابني أصلًا غلط، ما ينفعش تسألني حاجة زي كده. ما فيش حد بيفضح نفسه، وربنا ما ينفعش إن هو يعني ما ينفعش أنت ربنا يسترك وأنت تفضح نفسك، فاهم؟ باحس إن إحنا أحيانًا كده مغيبين يعني، أو عايشين في عالم تاني مش عارف، والله المستعان. بس، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حازم باتكلم على الاستغفار، وإزاي نبقى أحسن في حياتنا ونقرب من ربنا. لو عايز تستفاد اعمل اشتراك. أشوفك الفيديو الجاي. سلام.